مشاهدينا اهلا بحضراتكم، ولقاء يتجدد دائما في مساء كل يوم من خلال صفحة الرياضة وشاشة نايل سبورت. دايما بنسعد بلقاء حضراتكم في هذه الأمسية اللي بنستعرض فيها أبرز ما تتناوله المواقع والصحف من أخبار وموضوعات رياضية دايما بنناقشها مع حضراتكم ومع ضيوفنا الكرام. ولكن اسمحوا لي قبل ما أبدأ حلقتي وأرحب بضيفي إني أهنئ أهلنا وإخواتنا الملايين من المصريين الذين هم الآن يحتفلون بنهاية مرحلة صيام وطاعة وتقرب إلى الرب. يصلون الآن في الكنائس، يدعون الرب بأن تكون هذه السنة وكل السنوات القادمة سنوات خير وسلام ومحبة على كل المصريين. مصر دائما لم تعرف التعصب، عرفت دائما الوحدة والحب والمودة. ما اظنش حد فينا لما كان بيضحك على نجيب الريحاني او بديع خيري ما حدش عارف مين فيهم المسلم او المسيحي. لما كان بيضحك على عادل امام او هاني رمزي في اي مسرحيه او فيلم ما حدش بيميز انا بضحك على مسلم ولا مسيحي. لان حتى بنشجع الكوره ما كناش بنشجع هاني رمزي او المسيحيين يشجعوا هاني رمزي وما يشجعوش حسام حسن مثلا وهم بيلعبوا مع بعض في المنتخب، او حتى بنشجعه دلوقتي على طول وهو بيدرب لنا منتخبنا الاولمبي. ما حدش فينا كان بيميز انه يروح لطبيب مسلم او مسيحي. احنا في الاخر مصريين، ما حدش فينا بيميز انا بتعامل مع مين او مين، لاننا في الاخر تحت مظله واحده اسمها المصريين. بلدنا الكريمه الجميله دي اللي ذكرت في الانجيل وفي التوراه وفي القران محميه برعايه ربنا سبحانه وتعالى وبحب ابنائها، وكلنا اخوات، وده الاساس. الدين لله والوطن للجميع. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وسيحاسبه كما يشاء، لكن احنا من بعض ما نحاسبش بعض، احنا ننظر لبعض إذا كيف نسير حياتنا على هذه الارض. ويعني زي ما بيقولوا كده اهلنا دائما المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره. ونتمنى ان شاء الله تكون المسره دي هي الاساس في حياتنا جميعا. اسمحوني ارحب بضيفنا الكريم صديقنا الاعلامي الاستاذ لطفي السعان، رئيس تحرير جريده الكره اليوم وسكرتير عام رابطه النقاد الرياضيين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وكل سنه والمصريين كلهم طيبين. بالظبط، المصريين احنا ما بنهنيش، بنهني المصريين. على فكره اصل ميلاد المسيح، المسلم مؤمن بميلاد المسيح ويمثل معجزه، والايمان بيها احد روابط الايمان عند المسلم. يعني ده اساسي يعني ولا ايه؟ تمام طبعا. ويعني لفته طيبه، الناس كلها بتهني بعضها النهارده، وده يؤكد الموده وحب المصريين. ويا رب ما نتعرضش لفتن تانية. صحيح. عشان نفوق لبلدنا ويبقى في خطوه للامام. كفانا الحديث عن الماضي، نفكر في بكره، نتكلم في المستقبل هيبقى شكله ايه، نتكلم الغد بينتظروا ايه، ولادنا هيشوفوا ايه. نتمنى ان ولادنا يشوفوا حريه افضل من اللي احنا عشناها، يشوفوا ديمقراطيه افضل من اللي احنا عشناها، يشوفوا حياه راغده افضل من اللي احنا عشناها، يشوفوا بلدهم الجميله ويستمتعوا بيها زي ما الناس كلها بتستمتع بيها في الصيف وفي الشتاء. في اي وقت اللي بينزل مصر دايما بيستمتع بيها وبيرجع لها تاني. صحيح. احنا كاعلاميين مش بس كمتخصصين في الاعلام الرياضي، ولكن احنا بنمارس المهنه، احنا احد المنابر اللي بتتكلم الناس والناس بتسمع لها، سواء كان نايل سبورت او اي شاشه او جورنال او موقع الكتروني حتى. هل الاعلاميين في المرحله اللي جايه دي ليهم دور مهم في البنى، في توحيد الناس، في انه الناس تتجمع، ولا زي ما بنشوف البعض اللي بيؤثر ويفعل ما يفعل بناء على تخطيط او اراء غير صحيحه؟ هو للاسف احنا بنعيش منظومه اعلاميه في الفتره الحاليه اسوأ ما مرت بمصر المنظومه الاعلاميه. لان انت حضرتك بتعرض اعلام على المواطن، بتعبيه بمعلومات خاطئه، فبتوجهه توجيه خاطئ، فبالتالي بيؤثر على الوضع الاقتصادي في البلد وايضا الوضع الامني. حضرتك كل برامج التوك شو بتتكلم في جزئيات واحده. الحدث اليومي اللي هو زي نظام الغابه، الاكل يومك بيوم. محدش فكر على المدى البعيد هنعمل ايه. محدش بيتكلم في استراتيجيات، محدش بيتكلم في توعيه للناس، محدش بيتكلم في بكره هنتناوله ازاي، في مشاكلنا الحقيقيه ايه. انا باخد قشور الموضوع وبعمل عليها موضوع كبير جدا. فين النقط الايجابيه الموجوده في حياتنا؟ ما هو مستحيل تكون حياتنا ما فيهاش نقط ايجابيه. الكل اصبح يتصارع على السلبيات. صحيح. لكن الوجه الاخر للسلبيات هناك ايجابيات. صحيح. ليه بنتجاهلها؟ المؤسف والمحزن ان حتى الاعلام بكافه مشتقاته
سواء صحافة هبدأ بنفسي، سواء صحافة أو تلفزيون أو إذاعة، بيهتم بالجانب السلبي بس. لو الإعلام الإلكتروني كمان ده بقى رافد جديد ومهم يعني. أنا شايف إن الإعلام الإلكتروني إن لم يقنن فهيبقى كارثة على البلد بعد كده، لأن النهاردة أصبح من السهل جدا انك تعمل موقع الكتروني بمبالغ ضئيله، ومن السهل جدا ان اي حد بيفتح. احنا داخلين على مرحله وحده وسائل الاعلام. يعني دلوقتي شاشه الكمبيوتر هي اللي هتبقى شاشه تلفزيون وراديو وصحافه ومعلومات الكترونيه، فيعني ده كمان لازم ندخله واحنا عارفينه. غير كده ان انا عندي 40% من الشعب المصري لا يتعامل مع الالكترونيات. انا لازم هذه الفئه ان انا اقدر اوجهها بشكل كويس. انا بتكلم في 40%، مش بتكلم في 4%، بتكلم رقم يخض. فبالتالي دول مش هيوصل لهم المواقع الالكترونيه بشكل مباشر. يعني الالتزام بالمعايير والمواثيق. نبدا بالتلفزيون الاول، لان هو اكبر قطاع عريض بيتفرج عليه وبيقدر يتاثر بيه، خصوصا في عدد كبير من الاقاليم. المحزن لو احنا بنتابع المرحله الثالثه من الانتخابات والمرحله الثالثه من المرحله الاولى، لما تشوف المحافظات البعيده سواء في صعيد مصر او في الدلتا ومشاكل الناس، تحس ان احنا بقالنا 60 سنه ما عملناش حاجه. صحيح. يعني مفيش عندنا يعني قرى بدائيه تماما او بدائيه زي ما بيقولوا، يعني لسه مفيش فيها وسائل الحياه اللي الناس يعني ممكن تتخيلها. يعني الناس متخيله ان في حد لسه عايش عيشه في الجبل، ما يعرفش حاجه، ما فيش ميه، ما فيش حياه كريمه لسه ما وصلت لهمش. عموما يعني احنا بنقول انه كاعلاميين نحن من هذا الشعب ومن هذه الارض، ولازم نتكلم بلغه الناس، لازم نعيش همومهم صحيح، ما نتعالاش عليهم او ان احنا نوجههم من باب ان احنا الصفوه او النخبه. الكلام الكبير اللي بيتقال ده، احنا من هؤلاء البشر ومش جايين من كوكب اخر، وعلينا ان نعيش مشاكلهم وان ننظر الى او نضيء ليهم طرق ايجابيه يمشوا فيها اذا استطعنا ان نعمل ده. يا ريت. ده الاساس. طب اسمح لي حضرتك انه يعني احنا انتقينا بعض الاخبار، وزميلنا وليد عبد العزيز رئيس تحرير انتقى بعض الاخبار اللي ما بين يعني المواقع الاخباريه اللي كانت طول اليوم وفتره صدور الطبعات الاولى للصحف. وكمان بحب اوجه الساده المشاهدين انه يعني بامكان حضراتكم انكم تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، برنامج صفحه الرياضه، اكتب سيرش او سبورت بيج، هتلاقوا صفحتنا، تدخلوا معانا اسئلتكم اللي عايزين توجهوها للاستاذ لطفي او اي تعليقات احنا بنسعد بيها. وابدا اول الاخبار: تاجيل بطوله شباب الربيع العربي الى فبراير المقبل. عارفين هذه البطوله اللي كان هتقام في تونس احتفالا بالذكرى الاولى لثورات الربيع العربي، سواء كان في تونس او في مصر في ليبيا. مصر كانت هتشارك في هذه البطوله، وكان حتى الوفد هيبقى برئاسه دكتور كرم كردي، صح كده يا لطفي؟ ولكن الاتحاد التونسي ارسل خطاب بيقول انها هتاجل لفبراير. الزمالك بيشكل 5 لجان لاعاده هيكله النادي كرويا. والخبر ده لازم اناقشه بعد ما اخلص اخباري مع الاستاذ لطفي. مجلس اداره الزمالك برئاسه الاستاذ ممدوح عباس عقب اجتماعه الرسمي النهارده الجمعه هيعلن عن 5 لجان. الاول تشكيل المكتب التنفيذي برئاسه ممدوح عباس والمهندس رؤوف جاسر واحمد جلال وابراهيم يوسف. تشكيل لجنه لمتابعه عضويات النادي برئاسه اللواء صبري سراج. تشكيل لجنه تنميه الموارد برئاسه الاستاذ ممدوح عباس. تشكيل لجنه رياضيه برئاسه رؤوف جاسر. تشكيل لجنه تقييم الكره برئاسه كرة القدم طبعا برئاسة الأستاذ ممدوح عباس. كمان تمت الموافقة على استضافة مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد لا تجمع فريق الزمالك مع بطل كاميرون في شهر مارس المقبل. مجلس إدارة الزمالك كمان قرر إرسال شيك بقيمة المستحقات المتأخرة لعمرو زكي. وعمرو الجنايني بيقول شؤون اللاعبين أكدت عدم أحقية زكي في فسخ عقده مع الزمالك. ما زالت أجواء العلاقة بين عمرو زكي وبين مجلس إدارة اتحاد الزمالك يعني فيها بعض الغيوم، نتمنى ان هي تنتهي باذن الله. ومعنا هيبقى فيه خبر كمان صحفي عن عمرو زكي واقترابه من احد الانديه التركيه. اغلقنا ملف عوده المحمدي والمعلم يوقع بعد مباراه الجونه، ده تصريح للغزال ربنا يديله الصحه كابتن ابراهيم يوسف عضو مجلس اداره نادي الزمالك. احنا يعني بنقول له الحمد لله على سلامتك من الوعكه الصحيه اللي قامت بيه اخيرا.
موضوع حسين ياسر المحمدي وهل سينتهي، يمكن الاستاذ لطفي يكون عنده بعض المعلومات. اما التراس اهلاوي فبينظم دخله لمباراه بايرن غدا بعد موافقه جهات الامن في قطر. مجموعه من الالتراس الاهلاوي توجهوا بالفعل الى قطر لتشجيع الفريق هناك، وتم الموافقه على ان هم يعملوا دخله جميله، واحنا شفنا دخلتهم الاخيره كانت مباراه الطلائع كانت جميله يا استاذ طارق. انا شايف ان هم بصراحه بيفكروا بشكل كويس جدا وعندهم نواحي ابداعيه بيخرجوها في طابلوهات جميله، نتمنى انها تترجم لحاجات ايجابيه. يعني الفكره اللي خرجت من الالتراس الطاقات اللي جوه الشباب اللي مش عارفه توديها فين، فبتطلعها في المدرجات. نفس الطاقات اللي خرجت بعد الثوره تنظف الشوارع وتدهن الصفه وتجمع القمامه من الشوارع وتعمل لجان شعبيه. هي دي ثقافه المواطن المصري في الشده بيبان عنده طاقه تامنه، بس هو مش عارف يوظفها ازاي. ما حدش بيستغله، ما حدش بيستثمره استثمار كويس. الطاقه بدل ما بيفهمه، ما حدش بيتعامل معاه، لان احنا بنفتقد لغه الحوار. مش حد بيتكلم مع حد، ما حدش فاضي يسمع حد، ما حدش عايز يتناقش مع حد. كل واحد بيتعامل باللغه اللي كان ماشي بيها النظام السابق، اللغه الفوقيه، اوامر وتنفذ. لكن احد يستمع لاحد ما كانش فيه حد، خاصه ان الشباب هو يعلم تماما انه حسنات ما نحن فيه الان بايده. اكيد، لان الشباب كان عنده صدمه غير عاديه، يقول لك انا خلاص جامعه وانا يعني مش عارف مصيري ايه. فكان منتهي خلاص الامور يعني فده غياب الحوار مع الشباب ده كان احد الطاقات اللي قوت من تفجير الثوره. لكن عجبتني جمله كده اتقالت من احد الاعلاميين، قال خاف من اللي ما عندوش حاجه يخاف عليها. اكيد وفعلا اكيد ما عندوش حاجه خلاص ما عندوش مشكله. ما عندوش مشكله، فبالتالي خلاص هيدافع عن قضيته باي شكل. بالظبط. عنده وجهه نظر يقول لك انا كده ميت، يعني مش ما عنديش حياه، يعني مش مستمتع بحاجه عشان اخاف عليها. فخلاص انا لازم هدافع حتى اخر لحظه. يعني الالتراس لما اقدر اكلمه واتناقش معاه واستوعبه واشعره ان له قيمه، بالتالي هيبقى عنصر ايجابي موجود في الملاعب. الالتراس ده اخويا واخوك، ابن اختي وابن اختك، يعني اخواتنا، ما كلهم معظمهم مننا فينا. فبالتالي النهارده هم جزء من الشعب، لازم اتعامل معاهم. هم بيتنفسوا في الملاعب، فعشان بيتنفس في الملعب النهارده لازم استفاد من الطاقه اللي عنده. تخيل ان هم بيقعدوا ياخدوا مساحات المدرجات ويعمل اللوحه بطريقه هندسيه تسمح له ويقسمها على عدد افراد ويوزعها ويبدا والاوردر بتاع بدايه اللوحه بتاعتهم بيطلع في وقت واحد، ما بتلاقيش حد بيتخلف عن الثاني. صحيح. فالصوره بتاعته جميله جدا. طب الابداع ده انا ليه ما بستخدموش؟ انا ليه ما بتعاملش معاه بشكل كويس؟ احنا يا جماعه بقالنا فتره ما عندناش صف تاني. احنا مشكلتنا حتى في تشكيل الوزراء والكلام ده كله، ما ده اللي احنا واقعين فيه دلوقتي. ان احنا لو بندور بنجيب القدام برضه، يعني المساله انت مش لاقي حد. فالنهارده انا لازم انمي الابداع في كل المجالات. في كل المجالات. هل الالتراس بامكانهم ان هم بالفعل يعني يتجهوا الى ان هم يكونوا قوه مؤثره في فكره تنظيم الشباب مش بس في الملاعب؟ يعني هل في تصورات لده؟ والله في تصريح للالتراس ان هم يعملوا حزب سياسي يعرضوا فيه برامجهم ومشاكلهم ويبداوا يدخلوا الحياه السياسيه. الالتراس لنادي معين ولا كان؟ لا، الالتراس في مصر عموما. الفكره حاجه غير روابط المشجعين، يعني مش هتبقى رابطه مثلا لمشجعي الالتراس. لا، هيبقى حزب الالتراس بيشارك فيه الالتراس الاهلي والتراس الاسماعيلي والتراس المصري والتراس الاتحاد السكندري. بيبداوا يكونوا قطاع كبير في المحافظات عشان يبقى عندهم تواجد، وبياخدوا خطوات انهم يعلنوا تاسيس حزب سياسي. طبعا ده شكل جديد من الاشكال للالتراس ما حصلتش في تاريخ العالم، لكن دائما المصريين بيبداوا لهم المبادره فطبيعي جدا ان دي تبقى خطوه جديده. لكن ايه هو برنامجهم، ايه هي الفكره، ايه هي الرؤيه، ايه مطالبهم، ده كله طبعا محتاج وقت ان هو يتشرح ويتعرف هايله قوي. لانه ولو عندهم الطاقات دي ان هم يوفروها في احزاب، انا شايف ان ده تشكيل كوادر جديده ممكن تكون مترابطه مع الشارع بشكل افضل من شباب التراس اهلي او زمالك كانوا متواجدين في بدايه من يوم 25، واول مسيرات جت من يعني منطقه امبابه ومن الدقي كانت شباب التراس. يعني ما نختلفش على دورهم في الثوره، يعني ما نختلفش يعني ده جميل قوي. يعني
شوف زي ما انا بشيد بيهم، زي ما انا بقول لهم عايزين نحافظ على بلدنا، بنحافظ على بلدنا، بحافظ على كل كياناتها، صوره كامله، المؤسسات الدوله. مهم جدا واحنا داخلين على 25 يناير واحتفالات اول سنه على الثوره، ان انا احافظ على بلدنا احنا يعني لازم نحميها. تصدق حضرتك قلت لقطه من شويه انه الشباب اللي بعد ما حس ان ثورته بتنجح بدا ينظف ويبيض الشوارع ويعمل لو عملنا اللمحه دي تاني يوم 25 من 25 يوم 10 فبراير نعمل حمله يقودها شباب مصر ان هم يعيدوا الصوره دي تاني، ينظفوا ويهتموا بالتجميل المكان وينصحوا الناس ويعملوا كده صوره ايجابيه، مش ده يبقى احتفال جميل؟ ده يبقى جميل، وللاسف ده دور الصحافه ودور الاعلام. لكن انا حزين ان الصحافه لم تعد تتناول هذه المبادرات. حزين جدا لان المبادرات دي كانت بتتم زمان بشكل قوي، لان كان في قائد في الصحافه تمشي وراه، كان في كاتب كده، في كاتب كبير تمشي وراه. مع كامل احترامي لكل الزملاء الصحفيين في مصر، لم يعد هناك كاتب يسير وراء الشعب. صح، بامانه. فالنهارده انت محتاج ان انت تعمل مبادرات، مش كل الدنيا انا قاعد افكر ان انا هقعد اناقش في السلبيات. يا سيدي اديني، انت دورك تنويري، انت راجل بتحمل رساله، فلا بد ان انت تنور الناس في اكتر من مبادره. مش ما ينفعش النهارده ان انا ابدا اتخلى عن دوري المجتمعي بشكل او باخر. صحيح. في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها. ده بالعكس في الفتره ديت ممكن تنمي عند الشباب حاجات كتيره جدا. صحيح. كنا بنفتقدها في الماضي. صحيح. كان معنا خبر من شويه ان الزمالك بيشكل 5 لجان لاعاده هيكله النادي كرويا واداريا. اللجان دي يعني سواء كان برئاسه الاستاذ ممدوح عباس او اعضاء مجلس اداره اخرين، ومشكله من اعضاء مجلس الاداره، لجنه مكتب تنفيذي، متابعه عضويات، تنميه الموارد، لجنه رياضيه، ولجنه تقييم كره القدم. هل الزمالك يعيد ترتيب البيت من الداخل زي ما بيقولوا؟ والله انا دعني اكون صريح معاك في الامور دي. يعني انت لو تلاحظ كل اللجان استاذ ممدوح عباس، استاذ ممدوح يعني طب ما خلاص احنا عارفين ان هو رئيس النادي. لما جت وزاره الشباب والرياضه في الماضي اللي هي حاليا مجلس القومي للرياضه، وعملت لوائح اللجان لا يرأسها عضو مجلس اداره. اللجان مشكله من الجمعيات العموميه ديت كخلق نوع من الكوادر الصف الثاني. لكن كل اللجان مجلس اداره. طب انت في المجلس اوريدي، انت صاحب القرار على الترابيزه، في النهايه انت صاحب القرار. لكن الرؤى الاخرى لاعضاء الجمعيه العموميه، المشاكل الحقيقيه لاعضاء الجمعيه العموميه، لابد ان يبقى اللجان دي مشكله من الجمعيات العموميه. ممكن اخلي حد من الاداره مشرف عليها، ان هو حلقه الوصل ما بين اعضاء الجمعيه العموميه ومجلس الاداره. لكن ما حدش قال ان عضو مجلس الاداره يبقى رئيس لجنه. يستحيل. ده اللوائح اللي بتقول، وده العلم اللي بيقول، وده اللي احنا درسناه. لكن في النهايه انا بتكلم يعني بحكم خبرتي وقرايتي في قوانين ولوائح الرياضيه. الكلام ده مش موجود خالص. الموجود ان انت بتكلف اعضاء الجمعيه العموميه. وبعدين هي اللجان حتى الاسماء مشتركه فيها، يعني 5 6 اسماء هي اللي بتكفي كل اللجان دي. ما ينفعش. طب انا بكره هيبقى عندي فكره التفرغ للجنه وشؤونها ومتابعتها وايجاد حل لمشاكلها اعتقد مهمه. يعني لازم ابدا افكر في بكره. وبعدين برضه هنا بنرجع للي لسه قايلينه من شويه في السياسه، ان احنا ما بنشاركش الناس بالحوار ان هم يشاركوا معانا في مشاكلنا. لما بيبقى عندك اكتر من وجهه نظر بيبقى عندك مقترح جيد. لكن وجهه النظر الاحاديه بيبقى المقترح منقوص. لانه هتلاقي هناك اراء مختلفه غير موجوده على الترابيزه، فبعدين تبدا تدخل نفسك في مشاكل. طب تبدا تعيد من تاني. طب ليه؟ طب ما انا ابدا من الصفر واخدها واحده واحده. يعني يبقى في خطوات جاده للاصلاح. لكن النهارده انا اللجان كلها مجلس اداره على عيني وعلى راسي، لكن في النهايه ده مخالف للائحه. مش من حقه. اللائحه بتقول ان هو لازم يكون عضو جمعيه عموميه، ما قالتش ان هو يكون عضو مجلس اداره. ممكن يبقى عضو مجلس اداره مشرف عليه. لكن اللجان اللي موجوده في النادي الاهلي كلها ما فيهاش عضو مجلس اداره. هو في بعض اللجان فيها ناس من بره مجلس الاداره. صحيح. جميل. جميل. يعني يرأس اللجنه لابد ان يكون عضو جمعيه عموميه وليس عضو مجلس اداره. عضو مجلس اداره دي قاعده. دي قاعده. لائحه واضحه وصريحه. فانا بتكلم في جزئيات مهمه جدا. ليه؟ لان النادي حتى لو ارتضت الجمعيه العموميه بده. هقول لحضرتك على حاجه. الجمعيات العموميه
ما عندهاش مشكله انها ترضى او لا ترضى، هي بتبان وقت الانتخابات. للاسف الانتخابات عندنا كان في الانديه لها مواصفات معينه. احنا لسه ما عالجناش انتخابات انديه ما بعد الثوره. ايوه لسه فلسه دي هتاخد لها وقت تاني. أيوة. فالانتخابات بتمشي، لكن في النهايه سطوة راس المال في الأندية بتدي رضا كتير قوي عند قطاع كبير في الأندية، خصوصا ان في ناس ما بتبقاش شغلها المسألة بشكل خاص، لكن بتبدأ تفكر فيها لما تتعرض لأزمات. طب أنا ليه هستنى الأزمات لما تحصل؟ طب ما أنا أبدأ بالمبادرة ان أنا أشوف الأزمات من البداية وأبدأ أحلها. فأنا حزين ان يكون هذا الفكر هو اللي مسيطر على نادي الزمالك في هذه المرحلة، خصوصا ان الناس قالت في عودة المجلس المنتخب هيبقى فيه شرعية وفيه نهضة إدارية وقروية ومادية للنادي. نادي الزمالك مش قليل، نادي طب ما هو الزمالك يمكن ده الهدف من الفعل، انه يعني هو الناس حاسه انه احنا مسؤولين ان احنا ننقذ هذا النادي من عثراته، وان احنا اقرب الناس لمشاكله. فاحنا هنبقى موجودين في هذه اللجان لغايه ما الامور تتظبط، بعد كده اللجان دي تبقى دائمه، تبقى مؤقته، ايا كان يعني. واضح من تشكيل لجان السيطره على من مجلس الاداره. هو في النهايه اللجنه ما بتاخدش قرار لما ترجع للمجلس وهو المجلس فكده، وانت كده هيرجع لك المجلس. بالظبط. طب انت ليه المساله تبقى واخده طابع يعني انت عارف السيطره على جميع المواقع. كان في خبر قريته على موقع اليوم السابع انه الاستاذ ممدوح عباس بيفكر انه والله لو اللوائح اتعدلت وبقى في فكره لطرح الانديه للبيع، انه مستعد يشتري فريق كره القدم. معرفش الصحيح ده صحيح او لا، يعني هنتبين منه الايام الجايه. كان نوع من انواع الاستثمار الرياضي، وانه هو يعني يبقى ده الدخول الى دوري المحترفين من خلال هذه اللوائح. والله هو مش هيقدر يعني وفقا للوائح الحاليه ما ينفعش. اللوائح الحاليه ما ينفعش، واللوائح اللي جايه برضه ما ينفعش. هو ممكن يشتري النسبه الاكبر، لان هي هتبقى اسهم هتطرح في السوق. من كل واحد من حقه انه يشتري اسهم في النادي، في فريق كرة القدم باي نادي يعني، مش الزمالك بس. فبالتالي مش هيبقى دوره ان هو يقدر يشتري فرقه بشكل فردي، لان من حق الجمعيه العموميه عضو النادي ان هو يبقى له اسهم. من حق الجمهور ان هو يبقى له اسهم، يبقى شركه مساهمه. وبعدين حته ان الجمهور يبقى له اسهم، ما هيبقى الجمهور النهارده خايف على فرقته وعايزها تكسب، لانه بالتالي هيكسب فلوس، السهم بتاعه هيرتفع في السوق، فبالتالي هيكسب. فهنا هتلاقي المنظومه كلها بتفيد بعضها. شفت العمل الجماعي بقى بيولد ايه؟ يعني بيبقى الجمهور خايف على الفرقه، هيبقى عضو النادي خايف على فرقته، مجموعه المستثمرين في هذه الشركه عايزين يكسبوا، فالكل بيسعى للمكسب. فبالتالي هتلاقي فيه نوع من الارتقاء بمستوى الكرة في مصر. فده مهم جدا ان انا افكر فيه في المرحله اللي جايه، لكن حته الاحتكار مش هتبقى موجوده في القانون اللي هيصدر. احتكار يعني رجل اعمال او راس مال واحد باداره، لا مش هتبقى موجوده. هو دوري المحترفين بتاعنا احنا داخلين فيه واصلين له ولا لسه؟ هم بداوا يوم الاحد عملوا اجتماع، الكابتن فتحي نصير ومعاه الدكتور محمد فضل الله ومعاه الأندية 12 نادي حضر الاجتماع، وبدأوا ياخدوا خطوات وبعتوا فاكسات للأندية ازاي هينظموا عملية. واظن فوضوا المهندس ايهاب صالح انه يعني يناقش هذا الملف ويشوف ازاي يدخل بعض الأندية في إطار الاحتراف. ده في لجنة البث، غير لجنة البث كمان في لجنة خاصة بمناقشة الاحتراف. هو ايهاب صالح مدير لجنة البث في اللجنة، مدير تنفيذي في اللجنة. انما فتحي نصير هو المسؤول عن ملف الدوري المحترفين. هيبداوا يعرفوا الانديه ازاي تنقل خطوات تكوين الشركات، وازاي يبداوا الاسهم. ده كله طبعا بيتم مع الاتحاد الكوره والمجلس القومي بالرياضه، لان القانون اللي عندنا ما فيهوش استثمار رياضي، لكن يسمح بتكوين شركات. بدليل ان الأهلي كون شركه الاهلي للانتاج الاعلامي اللي هي بتصدر منه قناه الاهلي. تمام. هو بتسمح بالتكوين ده، فهم النهارده هياخدوا خطوات فيها. انا شايف انها هتبقى نقله كبيره للكره المصريه، يعني هتبقى مفيده لكل القطاعات. لكن طبعا البدايه، لان احنا بدينا متاخر، يوم 28 ويوم 29 كان ديسمبر الماضي، كانت دبي عامله مؤتمر دولي لدراسه تعظيم دور الاحتراف في كرة القدم في الامارات. الناس بتبدأ
احنا بنبدا من الصفر والناس بقى في فرق انك تبدا من حيث انتهى الاخرون او تبدا من حيث بدا الاخرون. والجميل ان كان في الكوكبه الدوليه اللي حضرت هذه الاحتفاليه كان دكتور كمال درويش من مصر، يعني وهو اللي يحضر هذا المؤتمر للعام السادس على التوالي. رجل اكاديمي وايضا ممارس للشأن الرياضي. صحيح. وكان معاه دكتور سعد الشلبي ودكتور محمد فضل الله في التسويق الرياضي، والاثنين فازوا بمشروع لانه كان فيه مسابقه للمشروع فاز بيها الاثنين المصريين، وكان ضيفنا على فكره هو الصبح صباح الرياضه النهارده. حاجه كويسه جدا ان احنا النهارده يعني احنا عندنا كوادر. طب ما لا ده احنا من ناحيه عندنا كوادر، احنا عندنا خبراء دوليين على مستوى عالمي يعني في كل حاجه، بس ما فكرش فيهم لان اصحاب الفهلاوه هم اللي صوتهم عالي فهم اللي ماشيين وراهم. دي المشكله. عموما انا هستاذن حضرتك انه بعد الوقفه الصغيره دي هنعود لحضرتك مع الساده المشاهدين نقرا بعض العناوين اللي هنتقيها من الصحف الصادره. هل بتتابع يعني جرايد معينه ولا كل الاخبار اللي بتلاقيها قدامك ما بتسيبهاش طبعا كاعلامي؟ لازم طبعا. طب ناخد بعض الصحف ومنها الاهرام وصفحاته المتخصصه يوم السبت الرياضي. الاستاذ محمد نبيل من الدوحه بيرسل رساله من هناك وبيقول لقاء ودي برائحه العالميه في الدوحه، الليله شياطين الاهلي في مواجهه ماكينات ميونخ. بالطبع النجمين الحمر، النجم الألماني الأحمر والنجم المصري الأحمر بيلتقوا على استاد نادي الريان القطري في 7 بتوقيت القاهرة. لقاء جميل أكيد هنشوف فيه مباراة فيها فنيات بين يعني ناديين كبيرين طبعا. من سنة 77 كان آخر لقاء بين الناديين وفاز فيه الأهلي 2-1 على أرض مصر. تفتكر انه المباراة دي ايضا لها معنى خاص بالنسبة لعشاق كرة القدم في مصر والاهلي خاصة؟ اكيد النادي الاهلي بيفكر فيها بشكل تسويقي، هم محترفين في قصة التسويق بشكل كويس، لان ده بيجلب لك فرقة تانية بتقدر تلعب معاها بتكسبك فلوس كنادي. نعم. ما نختلفش ان كرة القدم هي اللي بتصرف على النادي الاهلي، ان باقي الالعاب كلها بتعيش على عائد كرة القدم. مباراة مهمة جدا انها بتتلعب في قطر، وانا يعني حزين انها ما بتلعبش في مصر، كان نفسي انها تكون موجودة في استاد القاهرة. هو ده لانه المنظم شركة موجودة يعني تمام. لا لانه وبعدين في خطوة لبايرن انه رايحين الهند بعدها، يعني عندهم كده هم عندهم جولة بتاعت شتوية قبل الاستعداد للدوري. عندهم استعداد للدوري. انا برضو عايز اقول الجو في مصر جميل جدا في الغردقة في هذه الفترات. ليه ما بنعملش مدينة رياضية تستقبل هذه الفرق العالمية؟ امبارح لسه كنا بنقول الكلام ده انا وزميلتي سهى في صباح الرياضة، وقلنا ليه المشروع زي ده، زي مثلا اسباير اللي في قطر كده، او يعني شيء مشرف جدا وجميل جدا. ودبي برضه نفس الحكايه، فيها برضه انديه بتروح تعسكر، وكان عندهم لسه دوره دوليه اللي كان فيها انديه كثيره. ليه ما يبقاش عندنا مشروع زي ده، زي ما حضرتك كده بتقول شرم الشيخ، غردقه، البحر الاحمر، ونعمل دوله نستثمر فيه؟ يعني الجو اجمل جو في الدنيا هتلاقيه موجود في مصر على مدار السنه. نعم. شوف اللي بيختاروه في دول اوروبا بدل ما يروحوا معسكرات بره، ليه ما يجوش عندي؟ ليه ما فكرش في الاستثمار ده واعمل مباريات؟ ليه ما ابداش افتح الدنيا بشكل مباشر؟ احنا ليه ما يبقاش في قطار بيربط بيننا وبين البحر الاحمر عشان يسهل حاجات كتير؟ كان مطروح الفكره دي انه يتعمل كوبري ما بين السعوديه ومصر فوق البحر الاحمر في منطقه القناه كده. يعني في افكار كتيره كنا بنتكلم فيها مع محافظ البحر الاحمر من فتره، لكن للاسف ما طبعا في الجو اللي احنا فيه مفيش مجال لعرض هذه الافكار، لكن نتمنى انها تتحقق، لان النهارده انا بلفت نظر ناس كتير لمصر، وفي نفس الوقت بحقق ارباح من تواجد الفرقه ديت، واهتمام اعلامي واهتمام اعلامي بيهم. صحيح. ليه ما يبقاش عندنا؟ طبعا دي خطوه اتمناها انها تبقى في بلدي. لكن طبعا لكن في العموم هي المباراه موجوده في قطر وبيستمتع بيها اشقائنا القطريين وايضا ابنائنا المصريين اللي لسه كنت امبارح بقول انهم حظهم حلو، شافوا المنتخب لسه قريب وشايفين كمان
فحاجه جميله. هو زيكم مبروك. والتذاكر على فكره خفضوها هناك يعني الاتحاد القطري هم بيبقوا سعداء جدا ان بيجي حد، اي حد من ريحه مصر هناك بيبقى مساله مختلفه بصراحه يعني. فشايف انها مباراه مهمه ومباراه هتبقى قويه. طبعا الفوز على السليه 13-0 من بالظبط من بايرن. فطبعا خلت بيدرو يخرج ويقول لا احنا مش السليه، احنا المباراه هتبقى لها طعم مختلف طبعا. دي برضو بتحقق مجد لمانويل جوزيه، مدير فني عايز يشوف نفسه بصوره كويسه، فبالتالي مباراه مهمه بالنسبه للعيبه، برضو عندها استعداد انها تطلع طاقتها بشكل افضل. الحاله النفسيه للاعيبه الاهلي في ماتش الطلائع تظهر لك بالظبط الروح اللي رايحين بيها. الحاله النفسيه الحاله النفسيه في المباراه في مباراه الاهلي والطلائع كانت مختلفه، فيبان ان في تهيئه بشكل افضل للمباراه. طبعا بايرن ميونخ هو مش حامل اللقب، حامل لقب بروسيا دورتموند، وهو الاول ب 37 بونت. فاز بالبطوله 22 مره، بطوله الدوري الاهلي فاز بيها 36 مره، هو حامل اللقب. فرقه من اعرق الفرق، طبعا تاسس سنه 1900، لكن في سنوات قبليه كانت في التكوين يعني. نادي عريق فيه نجوم كبار. النادي الاهلي هيخوض مرحله جديده من اللعب مع هذا النادي، ربما تكون بتنقل صوره طيبه عن مصر في الاعلام الاوروبي. اتمنى ان احنا نركز على هذه الجزئيه، لان احنا دايما بنفكر في الاعلام العربي والمحلي، ما بنفكرش في الاعلام الاوروبي اللي هو اقوى تاثيرا، وده اللي كان دايما احنا بنفتقده في اهم مشاكلنا الرياضيه. نحس الناس مش حاسه بينا، وان احنا بنتكلم في موال، والناس واخده عننا فكره ان ملف البحر، بطوله البحر المتوسط اللي راح مننا اخيرا كان بسبب انه قدرتك الاعلاميه على التوثيق. كان الاعلام الاوروبي قال لهم بصوا بيحصل ايه في مصر، وتفجير اهو حصل والكلام ده، وطب ما فين انت تاثيرك الاعلامي؟ انت ما تعرفش تتكلموا بلغته، ودي مشكله فعلا، دي مشكله ناقصانا، فيا ريت نكملها. طيب في الاهرام ايضا في ممدوح فهمي، زي ما ممدوح فهمي بيقول وورد سوكر بتختار احمد حسن وراؤول جونزاليس صاحبي ابرز بصمات 2011. اما قائمه الاوغاد فتضم هافيلانج وبينها مام وورنر ونيمار افضل نجم صاعد. طبعا مجله وورد سوكر الانجليزيه هي بتضع استفتاء كده ومتابعه لابرز الاحداث الرياضيه عن العام الماضي. هل يعني فعلا الاسماء دي تستحق فعلا انها توضع في هذا الشكل، سواء كان بشكل ايجابي او سلبي؟ اكيد يعني هم الصراحه موفقين في الاختيارات. وانا بحترم الافكار اللي بتخرج من رحله طبعا. احنا متفقين جدا ان احمد حسن فعلا طبعا يستحق ده. حتى الفيفا موقعها الرسمي قالت انه عميد الكره في 2011 ما زال هو احمد حسن، وده كتصريح اعلامي واضح كان. لان هو لسه ما زال ينقصه مباراه واحده حتى يتفوق على محمد دعية حارس المرمى السعودي. على فكره اتغلبوا 7-1 نادي الهلال السعودي في مباراه اعتزال الدعية، وكانت مباراه رائعه من جانب واحد. مش مشكله يعني على جزء يعني هو يعني كانت احتفاليه يوفنتوس الايطالي طبعا. فطبعا احمد حسن خطوه جديده، وهو عنده اصرار ان هو يحقق هذا الرقم، وطبعا اتحاد الكوره بيساعده جدا في هذا الرقم. واي مباراه دوليه هتتعمل هيبقى احمد حسن اساسي فيها كمشارك عشان يحقق هذا الرقم، لان الرقم ده النهارده زي ما احمد حسن بيحققه لشخصه هو بيتحقق لمصر في نفس الوقت. صحيح. فيعني نتمنى ان شاء الله ربنا يديله الصحه نموذج احمد حسن للاعب اللي بيحافظ على مستواه وادائه بشكل جميل قوي. اتمنى ان يبقى في عندنا اكتر من احمد حسن في مصر. صحيح. نستحق اكتر من كده، والمعادله مش صعبه اطلاقا. صح اطلاقا. زي ما كان احمد حسام حسن من فتره، بقى عندنا احمد حسن. ليه ما يبقاش عندنا حد يعني مش لازم يبقى حسن برضه في الاخر يعني آلة حسن. شركه ننتقل للوفد وصفحتهم استاد الوفد. محمود خميس زميلنا صحفي بيقول شركه تسويق تعرض على قمر الشرطه الاحتراف الانجليزي. الجهاز الفني لاتحاد الشرطه بقياده حلمي طولان بيخفف الحمل التدريبي للاعبين. التدريبات مستمره
في تركيز على الاداء، والفريق موجود دلوقتي طبعا في مقدمه انديه الدوري الممتاز، عنده كثير من اللاعبين، وبيتكلم عن خالد قمر انه في عروض لتسويقه بالدوري الانجليزي سواء في الدرجه الاولى او الثانيه. وده شيء جميل ان احنا شفنا اسماء من كل الانديه بترشح للاحتراف. يعني كان الاول بنقول انه انديه الثلاث انديه الاولى الاهلي والزمالك والاسماعيلي، لا الموضوع اختلف في هذا الدوري. الموضوع اختلف بس يعني هو جانبه صواب. ان عشان تلعب في انجلترا لازم تبقى عدد مباريات 75% مع منتخب. في شروط. فهو يفتقد هذا الشرط، وبالتالي لن يكون له دور في الاحتراف في انجلترا. انا شايف ان ده نوع يعني سواء في الدرجه الاولى او الثانيه لازم اكون لعبت مع منتخبي 75 مباراه دوليه رسميه. 75% من عدد مباريات من عدد مباريات المنتخب في سنه في موسم يعني. وبالتالي يعني ده مش موجود طبعا. ده مش موجود طبعا. فبالتالي هو بعيد يعني. عايز اقول لحضرتك تعرض للموقف ده رضا شحاته لاعب جونه وجاله عقد احتراف في انجلترا، لكن عدد مبارياته الدوليه مع منتخب فريقه ما كانتش توصل ل 75%، فبالتالي حرم من اللعب في انجلترا رغم انه راح خضع للتدريب والفحص الطبي لمده اسبوع وكانوا بيرغبوا فيه وتصدر الصفحات الرياضيه هناك في انجلترا. لكن يحولوا عرض الاحتراف لاي بلد ثاني يعني اللي جاي بالفرصه. لا انا عايز اقول حاجه. النهارده لما يبقى عندنا حد كويس ابدا افكر فيه ان هو يدخل منتخب مصر. يعني برضو التناول دي فكره كويسه. التناول طالما العين جايه عليه من بره طب ما استفيد بيه. يعني هم الناس برضو يعني اللي ممكن بعض وكلاء اللاعبين بيخرجوا بعض التصريحات يخلوا الناس تمشي وراها، يقول لك ده الاحتراف الانجليزي ما ينطبقش عليه. يعني الف ب لوائح ما ينطبقش عليه، فخلاص هو ما فيش. لكن انا النهارده ابدا افكر ان قمر ده هل ممكن هو يكون لاعب دولي؟ هل مقومات لاعب الدولي؟ طب حتى لو اللاعب مثلا احترف في اي دوري اوروبي اخر مش ممكن يرجع يعني سي مثلا انه قمر انجلترا بس يعني سي مثلا قمر جات له فرصه السنه دي وراح لعب في الدوري الاسباني ما فيش مشكله. طب راح لعب في الدوري الاسباني، هل ممكن السنه الجايه حتى لو ما لعبش في المنتخب ممكن الدوري الانجليزي ياخده؟ لا، رغم انه ده دوري اوروبي. لا. يعني برضه لازم القاعده يكون بيلعب في منتخب بلاده 75% من مبارياته الدوليه في موسم في سنه. طيب الزمالك انتوا عارفين انه عنده مباراته المؤجله من اول اسبوع في الدوري، طبعا كانت لظروف خاصه مع نادي الجونه طبعا. الزمالك بيسعى طبعا وادي دجله عفوا والحادث اللي حصل الأليم ليهم. الزمالك بيسعى لاستعادة توازنه على حساب دجلة بالجبل الأخضر. ده خبر كاتبه الزملاء مصطفى جويه ومحمد اللاهوني في الوفد. بيلتقوا في 7:15 اليوم السبت بملعب المقاولين العرب بالجبل الأخضر الزمالك ووادي دجلة في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري. كابتن شحاته بيحذر اللاعبين من الاستهتار وميوس بيبحث عن مفاجأة. في نقطة بعيدة حتى عن تقييمنا لهذه المباراة لأنه هي مباراة يعني مباراة نقاط بالنسبة للفريقين. طبعا وادي دجله ما فازش في اخر 6 مباريات والزمالك متعادل في اخر مباراه. فدي طبعا بتمثل له كراجل بيبحث عن البطوله بتمثل له اهتمام كبير جدا ان هو لازم يحقق النقاط، بدليل ان الاستاذ ممدوح عباس طالبهم بانهم ما يفرطوش في اي نقطه. كابتن حسن شحاته قال لهم المنافسه على الدوري يعني لا تستحمل ان يبقى في نزيف للنقاط اكتر من كده. يعني لازم يبقى في شكل تاني. الزمالك لسه عنده مباراه كمان مؤجله مع حرس الحدود كمان يعني عنده مباراه يعني هي وادي دجله يبقوا الماتشين المتاجلين لكن هو في الزمالك 20 بونت وفي المركز الرابع. فبالتالي برضه محتاج ان هو كل نقطه هتفرق معاه، خصوصا ان المنافس او غريمه التقليدي النادي الاهلي ما زال في المركز الثاني وله مباراه مؤجله، لكن يبقى انه حتى الان بدون هزيمه ومحافظ. يعني الحسابات دي مهمه قوي. خلي بالك الحاله المعنويه للمكسب بتدي روح افضل. طب النهارده كان في خبر في اهرام الجمعه بيقول انه والله في مطالبه بتغيير موعد المباراه لانه هيتوافق مع موعد مباراه الاهلي والبايرن في قطر الساعه 7.
وانا يعني قلت لحضرتك عندك معلومه، فقلت لي انا هستفسر برضه منك ليه السبب يعني في الحدث. هو انا يعني هل جمهور الزمالك عايز يتفرج على ماتش الاهلي؟ ما يمكن ده شيء جميل، او جمهور الدجله الدجله عايز يتفرج على ماتش الاهلي. يعني انا شايف دايما ان احنا بنصعب الامور في كل حاجه. واللي يقول لي طب ليه دايما دي ما جاتش هنا، طب ليه يا جماعه، ونيجي على اخر لحظه. ما ماتش الاهلي ده متحدد بقاله 3 اسابيع. ليه دايما بنفكر في اخر لحظه؟ ليه دايما بنطلب؟ ليه دايما التحرك و5 ما تبقاش التحرك في نفس الدقيقه؟ لا لازم و5. ليه؟ يعني خلاص في ماتش متحدد، ليه؟ خلوا الامور تمشي يعني خلينا نحترم الناس ونحترم لوائحنا ونحترم والله لو لجنه المسابقات ما غيرتش ده من الاول ليه؟ لو ما هي عارفه كلام، عارفه بالظبط، وليه نستنى لاخر لحظه ونبدا فيه مناشدات وفي غيروا الميعاد ليه؟ تفتكر هيتغير الميعاد فعلا ولا؟ والله حتى لو اتغير الميعاد الساعه 6 يبقى الساعه 7 يبقى 5 4 يعني حتى لو اتغير الميعاد. عايز اقول لك النهارده، طب انا النهارده مركز ان انا هلعب المباراه تحت الاضواء. هتيجي انت النهارده هتقول لي تلعب الاضواء، تلعب المباراه بعد العصر. تختلف لان انا مركز ان انا بتمرن على الاضواء، ما بلعبش ما بتمرنش العصر. هو عموما يعني انا عايز اقول حضرتك على حاجه، انه يعني ما هو جمهور الزمالك عايز يتفرج على البايرن برضه، يعني هو يعني عايز يشوف البايرن بيلعب ازاي مع الاهلي. مشكله ان نتفرج على الاهلي. انا مش عايز المساله ناخدها بتعصب. انا في النهايه ده فريق مصري بيمثل مصر النهارده، بيمثل كل المصريين يعني ممكن جمهور عايز يستمتع بيشوف نادي عالمي بيواجه نادي مصري، فشيء جميل قوي يعني. انا بقول لحضرتك العيب هنا على اتحاد الكوره انه ما ننصحش من الاول عشان ما يسيبش فرصه للكلام ده. مش فرصه صح، لكن احنا ما بنشتغلش في ده. احنا عندنا حاجات ثانيه اهم فيها مصالح اكتر يعني غير 37 بند بتوع الاتحاد. طيب لو جه وقت والله فضي الوقت اللي نناقش الموضوع ده مع بعض، لكن انتقل الى جريده الشروق مشاهدينا، وملفاتهم الرياضيه بتبقى دايما مميزه. الزميل حسام زايد عمرو زكي ينهي علاقته بالزمالك ويقترب من الدوري التركي. اللاعب بيقول غياب المصداقيه دفعني لفسخ تعاقدي ومستحقاتي بلغت 3 مليون. ويوسف طبعا ابراهيم يوسف بيقول الشكوى من حقه والازمه ستنتهي خلال ساعات. اما النادي ينسحب من صفقه الثنائي التونسي تراوي والهشري، والاداره تتراجع عن تشكيل لجنه للكره. مجموعه معلومات من نادي الزمالك. بمناسبه انسحابهم من تراوي والهشري في تونس، وقالوا انه احد اعضاء مجلس الاداره او احد الاعضاء السابقين هو اللي ورطهم في الموضوع ده. لا النادي التونسي اعلن من 5 ايام رفض الصفقه اصلا. يعني انا عايز اقول حاجه يا جماعه، الدنيا بقت مفتوحه. انا النهارده هدخل على موقع اي نادي في تونس او اي نادي في العالم، هعرف منه رد فعل موقفه من اي قضيه. لكن احنا بنتعامل مع الموضوع ان احنا مش شايفين غير وجهه النظر الاحاديه، ما بنشوفش غير طرف واحد. موضوع خلصان بقاله 5 ايام. النهارده بقول ان انا انسحبت. ليه؟ بقول ان انا معنى اقول ان الصفقه لم تتم، ده لا يقلل من شأن نادي الزمالك. لكن بعد 5 ايام، بعد رفض النادي من 5 ايام، ارجع واقول ان انا انسحبت وان احد اعضاء مجلس الاداره هو ورطهم في الصفقه. الكلام طبعا بيختلف، مش مظبوط. موضوع عمرو زكي هيوصل لغايه فين مع الزمالك؟ والله انا حزين اللي بيحصل. عمرو زكي لاعب جدير بان هو يكون في كيان مختلف. صح، دي حقيقه. لما يكون النهارده انا شايف نادي الزمالك لازم يبادر ببيع عمرو زكي. لو نادي الزمالك بيفكر في بطوله، لان ما ينفعش ان انا اكون داخل على بطوله وبفكر ان انا قاعد النهارده طب هو عمرو هيرجع ولا مش هيرجع، ده عمرو ما بيردش على التليفون، ده المحمدي في ليرس مش عارف يعمل ايه، مش عارفين. وحازم امام لسه مشكله الشرط الجزائي في الفيصلي، طب هراعي مشكله ميدو ازاي، طب هجيب اسلام عوض من انبي ولا لسه اسلام عوض ولا في مشكله. يعني هم خدوا موافقه الاداره، وافقت ان هو راح الزمالك. يعني اداره النادي وافقت ان هو يروح الزمالك. النهارده كام المشاكل دي، تخيل انها تصنع فريق بطوله. لا طب انت تبقى مركز ازاي؟ يعني انت تبقى مركز ازاي؟ انت كجهاز تبقى مركز ازاي طول الوقت؟ كلاعيبه تبقى مركز ازاي في بطوله؟ ده شيء برضو لابد ان احنا ننظر له بشكل افضل. والله عمرو عايز يمشي، خلاص النادي ياخد حقوقه الكامله وياخد لو عمرو له حق يمشي مفيش مشكله، ملوش حق بيقدموا احتجاجهم للفيفا او شكوتهم
تحت اي وضع، لان طبعا دي حقوق نادي طبعا. لكن في النهايه ما بقاش متفرغ لقضيه. وعمرو زكي النهارده عشان يرجع يلعب بعد غياب 60 يوم عن الملاعب، صحيح. يرجع ازاي؟ وفي حاله نفسيه طبعا، يعني انا بتكلم حاله بدنيه وفنيه. يرجع ازاي؟ خش بقى الحاله النفسيه، ازاي هيتقبلوا زملائه بعد ما بداوا يتكلموا عليه؟ انت شايف المساله؟ فانت النهارده في حاله نفور، فانا احل دي ازاي؟ صحيح. فانا هركز في الملعب ولا هركز بره الملعب؟ وبعدين تلاقي متناقضات. تصريحات مجلس الاداره تختلف عن تصريحات الجهاز الفني في موضوع عمرو زكي. طب ليه؟ هو واحد بس بيتكلم. حنفيه التصريحات ديت بتجيب مشاكل، فنقفل حنفيه شويه. بنلاقي فعلا يعني اختلاط كبير بين التصريحات، سواء كان صحف او مواقع او اتصالات تليفونيه او برامج وما الى ذلك. طيب هناخد فاصل سريع كده ونكمل بقيه الاخبار اللي معانا. كمان هنناقش طلبات وتساؤلات جماهيرنا ومشاهدينا على الفيسبوك. بس اذا حضرتك بهذا الفاصل استاذ المشاهدين نشوف المباريات. وعايزه يعني عجبني الفكره فيها بصراحه في لجنه الحكام، ان هم عايزين يرسخوا مبدا ان الحكم المصري يديله الثقه ان هو اللي بيدير مباريات بشكل كويس جدا، ويرجع ياخد ثقته في نفسه ويبقى اقوى. لان عدد المباريات لما بتزيد عند الحكم بتديله خبرات، بتثقله، بتديله ثقه في نفسه بشكل افضل، فبالتالي يقدروا يحققوا اكبر نسبه من الحكام اللي موجوده بشكل قوي عشان نعوض غيابنا عن ساحه كاس العالم في وجود حكام مصريين. نعم. نذهب الى ملاعب المصري اليوم، ومحيي ورده واسلام صادق بيكتبوا بيقولوا برادلي يتمسك بمدرب الاحمال ومخاوف في شؤون اللاعبين من عقوبات الفيفا. طبعا التخوف ده جاي من تعديل فتره القيد الشتوي اللي دايما تم تعديلها من 10 يناير الى 10 فبراير، بعد ما كانت قال هتبقى في فبراير بس، وبعدين اتعمل لا نرجع ليناير ثاني. والقصه دي اولا موضوع مدرب الاحمال، وهل تم الاتفاق على مدرب فعلا بولندي ولا هيبقى فعلا طرح لمدربين مصريين والبولندي من ضمنهم ونختار البولندي في الاخر؟ هي في اكثر من مدرب مصري مقدم سي في لاتحاد الكوره. أيوة. على اعتبار ان هو شايف في نفسه كفاءه لتولي هذه المهمه، وفي فعلا كفاءات موجوده مقدمه سيفيات، لكن لم ينظر لها بعين الاعتبار من فترات طويله جدا. لكن وصل اعتراض من الاول على فكره انه يبقى في مدرب احمال، خاصه انه مش دائم. يعني انا ما عنديش استدعاء دائم للمنتخبات يعني او المنتخب الوطني. انا هقول لحضرتك على حاجه، معظم الانديه النهارده بقت بتجيب مدرب احمال. لما اجي النهارده هقول ان انا ما عنديش، لكن اكيد له دور، اكيد مدرب الاحمال ده له دور. النادي الاهلي لما فكر في صفقه وشروط جوزيه ان هو يجيب بيدرو ويجيب المحلل الارجنتيني. ايوه. فكان له نظره ان العلم اصبح له دور في البدني وفي التحليل الفني للاعبين، فكان لازم يستعين بيهم. فالنهارده انا ليه ما بطبقش العلم؟ هي سواء النهارده انا رضيت ان انا اجيب حد بولندي او اجيب حد مصري، طالما متاح عندي المصري وبشكل كويس وعنده سي في محترم، ليه ما اجيبوش؟ ليه انا دايما بفكر ان انا ارضي المدير الفني وما جهزش البديل عندي وما اعملش كوادر من ولادي؟ ليه دايما احنا بعاد عن اتحاد الكوره مهمته ان هو يخلق صف تاني، صح؟ حكام، لعيبه، مدربين، اداريين، محللين، محاضرين، يعني لازم امر طبيعي. لكن ما ينفعش ان انا قاعد بتكلم في 30 سنه في هي نفس الوجوه يا جماعه، في نفس الفكر. عموما عشان الوقت احنا هناخد اخر عنوان معانا في المصري اليوم. مخاوف الاسماعيلي من فشل صفقه انتقال حجازي الى فيورنتينا الايطالي، تجمهر او تجهيز المصابين لمباراه سموحه، وتراوري بيصل غدا طبعا اللاعب المالي المتعاقد او منضم حديثا للفريق، وانقسام حول بيع احمد علي مهاجم الفريق. التخوف جه من المفروض انه المبلغ او الصفقه الخاصه وصول المبلغ 6 مليون جنيه هي قيمه الدفعه الاولى، لغايه دلوقتي لم يلتزم النادي الايطالي بوصولها. هل بالفعل تم التعاقد وانتهى موضوع ولا لسه في كلام؟ لا طبعا لسه في كلام طبعا. لم تحسم الصفقه بشكل نهائي، لان حسم الصفقه بشكل نهائي هو معناها ان انا بسلم حضرتك الشيكات الخاصه باللاعب،
طبعا انا في فتره كريسماس بالظبط، حاله توقف اوروبا، في حاله توقف اوروبا كلها امور طبيعيه، لازم اراعي البعد ده برضه 10 ايام من الشهر بيبقى فيه، فبالتالي المسائل دي بتاخد وقت، لكن اتمنى ان يبقى الحوار بين الناديين بيتم بشكل راقي يليق بنادي مصري مع ولا يؤثر على رحله احتراف اللاعب. يعني بالعكس، احنا محتاجين ان احنا نكسر الموضوع عشان اللاعب ياخد فرصته وهنستفيد منه. يعني احنا بقينا ابيض بره، ما عندناش غير احمد المحمدي ومحمد زيدان، فبالتالي محتاجين ان احنا يبقى عندنا لعيبه ثانيه موجوده بشكل كويس. صحيح. طيب ناخد مجموعه التعليقات من مشاهدينا الاعزاء. واشرف سلام الاعلامي السعودي بشكرك على ذوقك، ونرحب بضيفكم الكريم الاستاذ لطفي السقعان. في منى عادل، ازيك يا كابتن لطفي، اخبار الاهلي ايه في قطر؟ كريم محمد، السلام عليكم، ازيك يا كابتن لطفي، ممكن قائمه فريق الزمالك بكره حسام كريم من المحاميد؟ هي نفس المجموعه، نفس القائمه، والغياب الطبيعي لعمرو زكي، يعني كابتن حسن هو ده الوحيد. كريم محمد بيقول برضو خبر عاجل بعد انتظار الزمالك يتعاقد مع اسلام عوض لمده موسمين، هل ستذاع المباراه على قناه النيل الرياضه للاهلي وبايرن ميونخ؟ للاسف لا طبعا. هل الاهلي عمر محمد، هل الاهلي بيلعب كل النجوم الاساسيين ولا هيلعب بالاحتياطي عشان الارهاق والتعب؟ هيلعب بكل نجومه الاساسيين. لكن كريم محمد بيقول من قطر احمد فتحي لن يلعب مباراه بايرن بسبب الاجهاد، وده خبر من جوزيه نفسه. اكيد انت تابعت يا كريم وانت قاعد برضه بتعمل سيرش بقى على المواقع. في محمد سمير، ازيك يا كابتن لطفي، اخبار الاهلي ايه في قطر؟ السيد احمد، مباراه الزمالك الساعه كام؟ وعلى فكره شكلك زملكاوي يا حسام، انا بيشرفني ان انا اكون زملكاوي واهلاوي واتحاداوي بعيد عن اي انتماء، لان كل الانديه المصريه انديه تستحق ان احنا نحبها ونشجعها، وده منبرنا احنا في نايل سبورت ان احنا حياديين تماما. بحب امسي على الضيوف، عايز اسال الزمالك هيلعب امتى بكره؟ لغايه دلوقتي احنا متوقعين انه يبقى الساعه، هو الميعاد واحد يعني. هل هيتغير بقى؟ دي حاجه ده بضغط اتحاد الكوره وممكن يعمل اي حاجه في اي لحظه. يعني سيد عز، تحياتي، هو الاهلي هيلعب بكره الساعه كام؟ الساعه 7 بتوقيت القاهره. سلمى احمد، عايز اعرف ليه الاهلي بيكسب؟ والله الزمالك ده احلى نادي، احنا اكيد بنشجع كل الانديه. محمد حسن، السلام عليكم، ما هو سبب عدم مذاعه مباراه الجونه مع المصري والاتحاد مع المقاولين المقصر من المحل على القناه الاقليميه كان بسبب انشغال وحدات البث الاذاعه الخارجيه في نقل فعاليات الجوله الثالثه من انتخابات مجلس الشعب. في مارو، لا والله لا، بس عشان في تعليق كان جميل قوي، ميدو الورداني بيقول والله كلنا سقعانين مش بس هو اللي سقعان. فكان عاجبه قوي الاستاذ لطفي، يعني صحيح هو الإفيه حلو بصراحه، يعني هو الإفيه حلو. يعني